خلصت الثلاث صفوف زي ما قلت لكم، لفيت الجراب كله بثلاث صفوف الغرزه. هبدا ان انا اقص الخيط بتاعي بالشكل ده. طبعا نبدا اننا ناخد البرواز بتاع الظهر كده بالشكل دون. ليه بناخد البرواز دون؟ عشان لو تلاحظوا هنا الجنب اللي انا شغله فيه البرواز، الجنب هنا متني، ما اتفردش زي الجزء دون. الجزء ده ممكن هيبدا يتفرد معاكي، لكن لو انت عامله البرواز اللي في الجنب دون مش هيفرد معاكي زي كده. فالبرواز دون بنيجي نعمله بالشكل دون. بنيجي ما بين التلات صفوف بتاع الجناب والصفوف بتاع الظهر. بنيجي في كل صف من صفوف الظهر بناخد عند اول غرزة في الصف بتاع الظهر واول غرزة في الثلاث صفوف بتاع الجناب، ونبدأ اننا نشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. عند الثلاث صفوف بتاع الجناب اهم، ماليش دعوة بيهم، وعند الظهر اهو. دي اول غرزة في بدايه ما هتبداي تشتغلي اول صف في الظهر. دي اول غرزه اهي. ببدا ان انا ادخل في او في من تحت الغرزه كده، من تحت الصف لحد من فوق من الصف كده اهو. بطلع الخيط وبشتغل غرزه حشو. باجي اهو ادي الصف عندي، ادي الثلاث صفوف اهو، بسيبهم ماليش دعوه بيهم. باجي عند الصف اللي في بدايته، الصف بتاع الظهر اللي في بدايته الثلاث صفوف بتاع الجناب، وباجي من تحت الصف لحد فوق الصف من هنا كده، وببدأ ان انا اشد الخيط وبعمل غرزة حشو. ادي الثلاث صفوف بتاع الجناب وادي الصفوف بتاع الظهر. باجي عند اخر غرزة في الصف بتاع الظهر، ما باجيش عند الصفوف بتاع الجناب خالص، وبنزل من تحت الغرزة لفوق وباخد غرزة حشو بالشكل ده. باجي عند اخر صف، ادي اول الصف بتاع الجناب، ما باجيش عنده، باجي عند الغرزة اللي بدأ من عندها اول صف في الجناب وبنزل تحتها من تحت لفوق كده وبعمل غرزة حشو. انا بعمل الغرزة الحشو دي علشان ابرز الظهر كله، ابرز الظهر كله بالشكل ده، وبحيث كمان ان الظهر يكون معايا لافف معايا ومتني بالشكل ده، ما يفردش منك وانت شغاله، يبقى متني ما يفردش منك خالص. امتى بيفرد منك؟ لما بتكوني مش مبروزه الظهر بالشكل ده. هخلص طبعا الظهر كله. لو تلاحظوا هنا الغرز اللي انا اشتغلتها في البرواز كلها هتلاقوها متنيه، كلها في الظهر هتلاقوها متنيه. في الجراب مش هتلاقوا الشغل مفرود زي الجزء اللي انا لسه ما اشتغلتش في البرواز. بس الجزء اللي اشتغلت في البرواز هتلاقوه بيفرد سنه معاكم، هو متني بس مش قوي، بس هيفرد سنه معاكم. لكن اللي انا عامله فيه البرواز بتاع الظهر دون هتلاقيه متني معاكم، ما بيفردش معاكم. انا هنا خلصت البرواز بتاع الجراب زي ما انتم شايفين بالشكل دون. هبدا ان انا ازين الجراب بشكل الفانوس رمضان، بس هزينه بخيط لبني، بخيط درجة تانية خالص. هنا نشتغل الجزء من اول هنا، من اول الصف ده اللي هو بداية الكاميرا. من هنا هنبدأ بداية الجنب بتاع الفانوس من فوق بالشكل ده كده. هنطلع بغرزة سلسلة 2. طبعا احنا بنشتغل الجزء بتاع الفانوس في البرواز اللي احنا عملناه للجنب. هنبدأ نلف الخيط بالشكل ده ونشتغل غرزة نص عمود. نلف الخيط بالشكل ده. طبعا احنا بنداري الخيط زيادة معانا